السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل إنك تذاكر ساعتين بس وتفهم وتحفظ أكتر من واحد بيقضي 10 ساعات فوق الكتب. تخيل إنك أول ما تفتح ورقك تحس إن المعلومات بتدخل دماغك بسرعة لدرجة إنك تقول ده أنا كده بغش من سهولة المذاكرة. أنا عارف إن ده يبان خيال، لكن بعد الفيديو ده هتكتشف أسرار عملية وعلمية هتخليك تذاكر أسرع 5 مرات، تفتكر أكتر وتتفوق من غير ما تضيع شبابك كله في المذاكرة. الفصل الأول: الأخطاء القاتلة اللي بيقع فيها 90% من الطلاب. قبل ما نبدأ في الحلول لازم أقولك على 3 مصايب بتضيع وقتك ومجهودك من غير ما تحس. 1. إعادة القراءة تساوي خدعة الطالب يقعد يقرأ الفصل 3 مرات ويفكر إنه كده حفظ، لكن الحقيقة إن الدماغ بيعمل لك إحساس زائف إنك فاهم، وأول ما تيجي تشرح أو تجاوب تلاقي نفسك ناسي. الثانية: المذاكرة بالساعات الطويلة. بعد أول ساعة ونص من المذاكرة المستمرة تركيزك بينهار، يعني ممكن تذاكر 6 ساعات بس اللي استوعبته يعادل نص ساعة مركزة. 3. التشتت القاتل: موبايل مفتوح، إشعارات، تنقل بين مادة والتانية، كل ده بيخلي دماغك يدور بين مليون فكرة ومعلومة ما بتدخلش أصلا. باختصار ممكن تذاكر 6 ساعات غلط وتفتكر 20% بس، وممكن ساعة واحدة صح تعادل 6 ساعات. السر الأول: المذاكرة بالتركيز المضغوط، بومودورو. الفكرة: 25 دقيقة تركيز كامل تساوي جلسة ذهبية، بعدها 5 دقائق راحة، 4 جلسات تساوي دورة كاملة كأنك ذاكرت 3 ساعات بجودة عالية. الدراسات بتقول المخ في أقصى كفاءة خلال الفترات القصيرة المركزة. مثال عملي: قفل موبايلك، اضبط التايمر 25 دقيقة، ركز بس في كتابك، بعد الجلسة امشي دقيقة، اشرب 100، وبعد 4 مرات كأنك ذاكرت يوم كامل. السر الثاني: التعلم الفعال، Active Recall. المذاكرة مش قراءة، المذاكرة تساوي اختبار نفسك. اقرأ فقرة، غطي الكتاب، اشرح بصوت عالي كأنك بتشرح لأصحابك، اسأل نفسك ايه أهم الأفكار، ايه التعريفات. دراسة أمريكية أثبتت الطالب اللي اختبر نفسه افتكر 80% أكتر من اللي أعاد القراءة 3 مرات. سر احترافي: لما تراجع اعمل أسئلة لنفسك على شكل كروت أو امتحان تجريبي، وكل مرة تجاوب أسرع كأنك بتغش من سهولة المعلومة. السر الثالث: التكرار المتباعد، Spaced Repetition. الدماغ بينسى بسرعة، منحنى النسيان. بعد 24 ساعة ممكن تنسى نص اللي ذاكرت. الحل: راجع بنظام، بعد يوم، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، بعد شهر. كل مراجعة صغيرة تساوي المعلومة تثبت أكتر كأنها مطبوعة في دماغك. أدوات، كروت ورقية، تطبيقات زي أنكي أو كويزلت. السر الرابع: التجزئة الذكية، Chunking. المخ مش بيحب كتل ضخمة من المعلومات. قسم: الأحياء أجهزة، أعضاء، وظائف، التاريخ أحداث، أسباب، نتائج، الرياضيات قوانين، خطوات، أمثلة. السر: لما ترسم خريطة ذهنية، مايند ماب، بتخلي دماغك يشوف المعلومة زي بازل بيتجمع، مش زي كتاب رقم كله أسطر. الفصل السادس: خطة عملية ليوم مثالي للمذاكرة. مثال من 8 صباحا: 3 جلسات X 25 دقيقة، بلس فواصل صغيرة تساوي 90 دقيقة، تركيز نقي، راحة أطول من 15 إلى 20 دقيقة، دورة جديدة 3 جلسات. المجموع تساوي 3 ساعات بجودة تساوي 9 ساعات عادية. في آخر اليوم اختبر نفسك حتى ب10 أسئلة علشان المعلومات تثبت. الفصل السابع: أسرار إضافية للمستوى المحترف. 1. الرياضة القصيرة، 10 دقائق جري، مشي، ترفع تركيزك 20%. 2. النوم، قلة النوم تساوي 40% ضعف في الذاكرة. النوم الكافي تساوي دماغك يرتب المعلومات ويخزنها. 3. الأكل الذهبي للمخ، أوميجا 3، سمك، عين الجمل، خضار، مياه. 4. التأمل والتنفس، 3 دقائق بس قبل المذاكرة تساوي صفاء ذهني بلس طاقة. الفصل الثامن: أمثلة وأسئلة من الواقع لزيادة الطول والتفاعل. طب لو عندي 10 مواد، طبق الأسرار دي على كل مادة بس بخطة صغيرة. طب لو الوقت ضيق، ركز على Active Recall زائد التكرار المتباعد في أقل قدر ممكن. طب لو المادة صعبة جدا، قسمها لقطع صغيرة جدا واعمل خرائط ذهنية. طب لو مش قادر أركز أصلا، جرب دورة رياضة بلس قهوة بلس تايمر 25 دقيقة وهتشوف فرق. النجاح مش في إنك تذاكر أطول، النجاح الحقيقي إنك تذاكر أذكى. صدقني، أول ما تبدأ تطبق الطرق دي هتحس إنك سبقت نفسك وهتقول أنا ليه ما عرفت السر ده من زمان. جرب من بكرة ساعة واحدة بس بالمذاكرة المركزة بلس اختبار ذاتي وشوف الفرق بنفسك. ولو حسيت إن الفيديو ده ساعدك، شاركه مع أصحابك اللي لسه ضايعين بالساعات قدام الكتب، ومتنساش تشترك وتفعل الجرس، لأن الجاي هيكون أسرار أكبر ممكن تغير حياتك الدراسية للأفضل.